le secteur du plastique est toujours vu avant par le sac noir que l'on voyait dans la nature. Nous avons un petit peu évolué. الاجتماع اليوم في القطاع ديال البلاستيك هو اجتماع مهم، لان القطاع ديال البلاستيك كيعرف واحد التطور مهم، وفي هذه السنوات 15 سنوات الاخيره كيعرف تطور ديال اكثر من 15% في العام، وكيخدم تقريبا دون مانيير ديريكت انديريكت 400 الف شغال في هذا القطاع هذا، وكذلك لو شيف دافير ديالهم هو 28 مليار ديال الدرهم. خاصنا هذا لو سيكتور كي الى كومبان بليزيور سيكتور، لان كيساهم في التطوير ديال الاندستري ديالنا، لان 90% ديال المنتوجات ديالو كيمشي للاندستري. اللي خصنا نفهموا هو ان كاين تقريبا 100 طن في النهار ديال لي ديشي اللي كيخرجوا من البلاستيك، وهاد لي ديشي هادو يلا كنغوسيكلو فيه تقريبا 15%. خاصنا نخدموا باش تكون لا كوليكت مي اورغانيزي، باش يمكننا نغوسيكلو على الاقل 65%، لان كاين طلب على لي برودوي ريسيكلي، وغادي هادشي غادي يمكننا باش نقصوا من التلوث ديال البلاستيك، وكذلك غادي نزيدوا في المردوديه ديال الشركات ونخلقوا فرص شغل في هذا القطاع هذا، لان خاصك تجمع البلاستيك وخاصك تخدموا باش يولي عاوتاني غرانولي، هذا كله غيخدم الناس بزاف. دونك هذه محور اللي كنناقشوا فيه اليوم، وكذلك هذا القطاع هذا يمكن مازال يزيد يتطور، وخاصنا نديروا واحد الخطه ديال في دو روت باش يمكننا نديفلوبيو دافونتاج هذا لو سيكتور هذا. وشكرا. اليوم اول فرصه تقدمت لنا باش نديروا الجلوبال جرين بلاست، اللي كنحاولوا نوضعوا البلاستيك بواحد الطريقه تكون عنده واحد النقطه في البيئه، وتكون عنده واحد النقطه في الريسيكلاج. والمستقبل ديال هذا القطاع اللي ملمس بكاع القطاعات سميتو الصناعيه ديال بلادنا، عنده واحد الرغبه باش يرجع واحد النظره على البلاستيك اللي مهمه، وتكون نظره معينه للاستعمال ديال البلاستيك بواحد الطريقه واش غنقولوا سيفيليزي. اول مهرجان في هذا البرنامج، وكنحاولوا نديروه كل عام ان شاء الله، وكل عام نجيو بواحد البرنامج اللي كنا خططنا في الحصه المقبله باش نعطيو واحد الفعاليه لهذا سميتو هذا المهرجان. وبيان سور كما كتعرفوا سيدنا الله ينصرو كان قال بلا كاع تو سكي ريسيكلاج ايكونومي ديورابل خصها تعطيها واحد الامتيازات مهمه، وكنحاولوا اليوم مع كاع سميتو الناس اللي في هذا الميدان باش ان شاء الله نرجعوا البلاستيك بواحد الطريقه مهمه وفعاليه ان شاء الله.